الافكار تنزل الملعب، والفكره الجيده بتكتل حواليها. دايما نقول المثل بتاع كتله السكر، حضرتك عارفه الكريستاله بتتم ازاي؟ ان الكريستاله بتاع السكر لما حضرتك بتحطي فتله كده، كانوا بيعلموها لنا في العلوم زمان، كانوا بيعلموها بالملح، التشبع، ولما لا الملح السكر لما حضرتك تحطيها في الميه بتلم السكر كلها تبقى كريستاله كبيره. هي دي الطريقه اللي الافكار بتنمو بيها، والافكار الجيده بتلفظ الافكار السيئه وهي اللي بتستمر في الاخر. هذه الفلسفه لما لقينا التيم اللي بيعرف يشتغل بالطريقه دي، فريق العمل اللي بيشتغل بالطريقه دي، حرصنا اننا نبني الكيان ده بالشكل ده عشان ياخد الافكار الكويسه والكوادر الكويسه والنماذج الجيده وياخدها ويساعدها، يديها الدعم اللي هتتحرك. انما هي ليست فكره حد فينا، هي ليست هي اللي هتكسب، وليست سلطه حد فينا هي اللي هتكسب اي حاجه. هي في الاخر مجموعه، حركه شعبيه ديمقراطيه بتلم اكبر عدد من الكوادر والعقول والناس المعنيه بان بلدنا دي تبقى احسن